مجهوده وربنا يوفقه دايما. طبعا انا بشكر الاستاذ عبد الرحمن. أعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج صدى النجوم، بنتابع معاكم فعاليات المهرجان الدورة ال17 والتي تحمل اسم الفنان القدير محسن محي الدين. أهلا بك يا فنان. اهلا بك يا فندم. إحساسك إيه النهارده والدورة بتحمل اسمه؟ هو طبعا احساس جميل ان الواحد يتكرم من زميل له سنين عمره كلها، يعني اكثر من 40 سنه، من الاستاذ عادل عمار. لان الاستاذ عادل عمار زميل عظيم، يعني فنان كبير، ف يعني مثل وانتج، ويعني عنده في مجالات الفن اعمال كتير. يعني حضرتك رمز للجيل الذهبي، شايف مين من الفنانين حاليا بيحمل رسالة أو بيحمل فن؟ والله كل الموجودين دلوقتي هم يعني غصب عن عين اي حد بيحمل رساله، هو فنان بيحمل رساله. ايه الرساله اللي هيقدمها؟ هي دي اللي بتحدد ده اتجاهه ايه وفكره ايه ونجومته هتفضل دايما لحد امتى. شفنا في أدوار بلطجة دخلت السينما، وللأسف الشباب المراهق بقى يقلدها في الشارع. هو احنا برضه عشان ما نظلمش الموضوع، هو ده مش مجتمعنا، ولكن احنا جينا فتره بقينا بنقلد الاعمال الغربيه، يعني بمعنى اصح. لقينا ان وده للاسف المنتجين بيبقوا عاملين كده، يعني لما بيشوفوا حاجه ضربت بيجروا كلهم على الحاجه دي، وكل واحد يعمل نفس الموضوع اللي ماشي عشان يجيب له قرش. فطبعا احنا مصرنا اعمال مش بتاعتنا ولا في بلدنا، لان اعتقدنا ان الاكشن هو ده بالظبط كده. حضرتك قعدت فترة يعني 23 عام بعيد عن السينما، بعد كده رجعت بقوة، ودايما موجود في قلوبنا حتى لو انت بعيد عن السينما. ربنا يكرمك. ممكن نعرف السبب اللي ممكن خلاك اللي انت قفلت انا خلاص؟ لا، هو بص، هو في الفترة اللي انا وقفت فيها كان في حرب الخليج قامت، وكان كل الجيل بتاعي وقف في الفترة دي. يعني طلع كلام اللي انت بتحرم السينما وحرام، وانا وقفت. بص، كل اللي عايز يقول، ولكن هو يعني كل مهنة فيها حلال وحرام. مفيش حلال مطلق ولا حرام مطلق. كل مهنة فيها حلال وحرام على حسب التناول اللي انت هتعمله ازاي. يعني انت كصحفي دلوقتي ولا ده، لو انت بتكتب كصحفي وبتدور على الفضيحه وعشان خاطر الترند او الاشاعات او انك تنم او انك تغتاب الفلانه ماشيه مع الفلان الفلاني كل الحاجات دي انت بتحول حلالك لحرامك بس. صح. فده اللي احنا لازم نفهمه. مفيش حلال مطلق ولا حرام مطلق ولا الكلام ده. احنا التناول اللي بنتناول بيه العمل هو اللي بيحلل بس. دايما بنشوف اعمالك بتحمل طابع فكري، هل الطابع ده في المجال المهني والفني ولا دي حاجه موجوده في شخصيه حضرتك؟ لا، دي اتربيت عليها من وانا صغير. حتى كان الفنانين زمان بيربوك عندك تبقى عندك فكر وعندك مبدأ وعندك ملاحظه للمجتمع بتاعك، وانك ان الفنان لازم يبقى بيدور في المجتمع ايه اللي ممكن يستخلص منه عمل فني عشان يفيد بيه المجتمع كده. يعني ده اللي انا اتربيت عليه، وده زي ما بنشوف حضرتك قدام الكاميرا. حابين نعرف بقى ما وراء الكواليس. الفنان محسن بيحب يعمل ايه؟ احب اعمل زي ما علموني زمان.
هحاول اعمل جو كده عائلي واسري، واحساس كده ما فيش نجوميه على حد، ويبقى في الفه ويبقى في محبه وفي كده يعني. لازم يعمل جو لطيف علشان خاطر يبقى العمل يطلع. في طقوس معينة بتعملها قبل أي عمل؟ روتين معين؟ اقول لك طبعا انا بروح اسلم على كل الممثلين في عربياتهم، من كبيرهم لصغيرهم. دي عادة موجودة من زمان؟ لازم انا اللي اروح اسلم عليهم علشان وابارك لهم وكده يعني. ده برضه لو ده اللي يدل على مدى تواضعك، حتى انت الصغير برضه انت معاه طبعا تسلم معاه. طبعا احنا كلنا بني ادمين، وكلنا ربنا ميزنا عن بعض بحاجات مختلفه يعني. في للاسف البعض ممكن تلاقي عنده ده التكبر او الغرور، تحب تقولي للناس اللي هي المتكبره عموما؟ ما فيش، هو بص، كل من تواضع لله رفع، كل ما تتواضع كل ما ربنا يرفعك اكتر واكتر. وفي نفس الوقت كمان مش مستاهله ان الواحد يتكبر في حاجه، لان اللي قبلينا كانوا نجوم وفجاه بقوا قاعدين في البيت او ما اعرفش ايه، فانت وتلك الايام نداولها بين الناس، فيعني ما فيش حاجه دايمه لحد. سؤال بقى جوايا من بدري، لو حضرتك ما كنتش فنان كنت هتبقى ايه؟ كنت هبقى مزارع. اشمعنى؟ عشان بحب الزراعه، بحب ازرع. انك بتربي حاجه وتكبر معاك وتهتم بيها وكده، وتدي لك احساس كده بالراحه وبالرضا، وفي نفس الوقت بتبقى عندك صبر. ايه العمل اللي انت مستحيل تعمله نهائي؟ انا مش هعمل العمل ده، ترفضه؟ حاجه ما تناسبش معتقداتي ولا فكري ولا يعني بيمس المجتمع يعني بشكل سيء. المشاهد الساخنه اللي بتتعمل في الافلام والمسلسلات والحاجات دي حلال ولا حرام؟ لا، مش هنقول حلال وحرام. احنا بنخاطب فكر ولا بنخاطب غرائز؟ بنخاطب اولا فكر بس. لو غرائز، ما في بورنو حاجات كتيره جدا في افلام بورنو مخصوصه يعني صح. يعني ملناش دعوه، احنا بنتكلم على ان احنا بنخاطب عقول ولا بنخاطب غرائز. هي دي بس. انت بتسال نفسك سؤال، بتعمل ايه؟ عايز تنمي عقل ولا تنمي غريزه؟ بالظبط. بس هي ده. حابب في النهايه نصيحه لكل واحد داخل المجال ده تنصحه بيه؟ اقول له انت مسؤول مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اجرهم شيئا. فانت اللي هتقدمه لو هم تمثلوا بيك ومشوا على خطاك في شيء حسن، فانت هتاخد اجر الشيء الحسن ده، وكمان ثواب الناس اللي قلدت. ولو عملت حاجه سيئه ومشي وراك ناس، هتاخد سيئتك والسيئه اللي انت كل واحد تبعك. الفن خطورته انك مش بتاذي واحد ولا اتنين، انت بتاذي مجتمع بحاله او جيل بحاله. رايك ايه النهارده في المهرجان، وتحب توجه ايه الفنان عادل عمرو؟ اشكره طبعا على اهتمامه وعلى تقديره، واشكره على مجهوده، وربنا يوفقه دايما كده ويمتعنا ودايما نشوفك على طول ويزيد فينا في الجوائز.